السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية. في الفيديو ده هنشرح مع بعض إيه هو الجمهور المحفوظ وإزاي ننشئ جمهور محفوظ. طبعا إحنا اتعلمنا قبل كده إزاي ننشئ جمهور مخصص، وإزاي ننشئ جمهور مشابه، وإزاي نستهدف الجماهير دي في الإعلان الممول بتاعنا على الفيسبوك. في حاجة تالتة هنا عندي اسمها إنشاء جمهور محفوظ. يعني أنا بعمل جمهور محفوظ، بحط الاستهداف والعمر والموقع وكل حاجة، وأسمي الجمهور ده عندي باسم. ولما أجي أعمل حملة إعلانية تاني، وده طبعا عشان بختصر في الوقت بتاعي، لما أجي أعمل حملة إعلانية وانا في استهداف قبل كده او جمهور انا استهدفته وبالفعل كانت النتيجه بتاعته كويسه، اختار على طول من الجماهير المحفوظه او الجمهور ده بحسب الاسم اللي انا سميته له، واقدر استهدف الجمهور ده في الاعلان الممول بتاعي. فاحنا مثلا بنضغط على انشاء جمهور محفوظ، وبنسمي مثلا الجمهور انشاء جمهور محفوظ واحد. وليكن احنا هنستهدف مثلا الدوله بتاعتنا مصر. وهنا بيقول لي لو عايز تستبعد جماهير مخصصة من الجمهور اللي انت بتنشئه اللي هو الجمهور المحفوظ. وبننزل تحت بنختار العمر بتاع الجمهور بتاعنا، وليكن مثلا من 22 لحد 55. وطبعا بنكتب الاستهداف بتاعنا عادي جدا، بنختار الجنس بتاعنا، وبنكتب هنا الاستهداف التفصيلي بتاع الجمهور، وليكن مثلا التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي. ونختار مثلا هنا وكالة إعلانات مثلا. طيب أنا كده أنشأت جمهور أهو. فأنا أضغط على إنشاء جمهور محفوظ، كده أنا حفظت الجمهور ده عندي في الجماهير بتاعتي في الحساب الإعلاني. لما أجي أعمل إعلان ممول أقدر أستهدف الجمهور المحفوظ ده بتاعي إزاي؟ طبعا بدخل على مدير الإعلانات زي ما احنا متعودين، وبنضغط على إنشاء حملة، وليكن مثلا الحملة دي بهدف التفاعل. وبنضغط على متابعة، وبنختار حملة إعلانية يدوية تستخدم هدف التفاعل. والخطوات بتاعنا العادية خالص، بنسمي الحملة بتاعتنا وندخل على المجموعة الإعلانية. بننزل تحت في الاستهداف هنا، بنلاقي في حاجة اسمها استخدام جمهور محفوظ، هنلاقيها تحت عناصر التحكم في الجمهور. فبنضغط على استخدام جمهور محفوظ، هلاقيه هنا بيقول لي ان في عندك جمهور انت حفظته قبل كده اسمه جمهور محفوظ واحد، ودي البيانات بتاعته. فلو انا ضغطت عليه بالطريقة دي، هلاقي ان هو خلاص نزل لي البيانات بتاعة الجمهور المحفوظ بتاعي، واقدر اكمل الحملة بتاعتي. وفي الفيديو ده كده احنا عرفنا ازاي ننشئ جمهور محفوظ في الحساب الإعلاني بتاعنا، وازاي نستهدف الجمهور ده في الإعلان الممول بتاعنا على الفيسبوك. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. تابعني كمان على كل منصاتي، هقدم لك شروحات مبسطة في التسويق الرقمي والإعلانات الممولة والعمل الحر. وكل يوم هتلاقي محتوى جديد هيساعدك تبدأ وتشتغل أونلاين، وتروج لمنتجاتك أو خدماتك بخطوات بسيطة.